اللهم صل على محمد وآل محمد. خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم. اليوم نقول حي الله خواننا خفاجة بكل عناوينهم ومقدمتهم خالنا الشيخ صباح، وحي الله المنقولين أعمدة القوم من شيوخ ووزراء كرام من مختلف الأعشار. اليوم نقول إن الإيمان بالقدر خيره وشره، كثيره وقليله، ظاهره وباطنه، هو إيمان بركن من ركين، لا يصح إيمان العبد إلا بأن يعتقد به اعتقادا جازما ويستمسك بعروته الوثقى، ومن لم يستمسك بعروته الوثقى ضاع في متاهات الحيرة والضلال. انطلاقا من حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم إن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. صدق رسوله. اخواننا الكرام، اليوم حوادث القضاء والقدر صايرات علي وعليك وعلى الجميع، وما بهن أي زعل، وتقريبا وفق ما جاي نشوفه من خلال فصول العشائرية والمشيات حتى على مدار الساعة، بالفعل أمور وسلبيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وبنفس الوقت يرافقها غياب للمسؤولية، غياب للوازع الديني، غياب للوازع الأخلاقي، غياب للحالة الإنسانية والشعور به. كما نقول إن حاجتنا إلى ثقافة الاعتذار وغرسها وتعميقها في مجتمعنا أمر ملح نحتاج إليه إن أردنا رضا الله سبحانه وتعالى عنا والرفعة لأنفسنا، فهو يغرس فينا المسؤولية والوقوف على ما فعلناه من خير فنستمر عليه، وما بدر فينا من خطأ فنقوله. كما نقول اليوم إنه علاقتنا بخواننا خفاجة علاقة تاريخية عريقة، تتخللها مشتركات كبيرة من طفولة ومصير مشترك ومشاركة للأفراح والأتراح، وتشاركنا معهم أحداثا طيلة سنوات عجاف مرت بمرها وحلوها، نظرا لما يمر به بلدنا العزيز من ظروف صعبة وعصيبة على الجميع، عمت فيها الفوضى واختلفت القياسات وانقلبت الموازين. لذلك اليوم نقول حي الله خواننا خفاجة بعنوانهم الكبير خاننا الشيخ صباح، وحي الله المنقورين أعمدة القوم مثابات المجتمع رايات الإصلاح من عدنان وقحطان، وحي الله السيد النسل المبارك والأسوة الحسن. ونقول لكم جميعا حياكم الله في مضارب عشيرة البومحي. وإن شاء الله هذه الجلسة اليوم جلسة الرحمن مباركة بشهر رمضان المبارك، ومباركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.